كيكة اليوسفي كيكة سهلة وسريعة ومنعشة مع كوباية شاي وقت العصاري، وهشة وجميلة وطرية طراوة. كمان طريقة حفظها علشان ما تنشفش معانا وتقعد معانا اكتر وقت. انا معايا هنا 3 حبات يوسفي، هاخد حباية بقشرها وحبايتين هقشرهم وبطلع منهم البذر بالمنظر ده عشان البذر بيعمل مرارة. انا ليه استخدمت 3 حبات؟ علشان عايزة العصير بتاعهم في الاخر يدوني النتيجة تبقى كوباية عصير، هي دي اللي هنستخدمها سائل في الكيكة. بدل اللبن هنحط كوباية عصير يوسفي. وصفة الكيكة اليوسفي مش هنرتبط بعدد معين لليوسفي، ليه؟ لان بيختلف في السوق حجم اليوسفي عن بعض. اهم حاجة بعد عصرهم يكون النتيجة كوباية عصير معانا 200 مللي. لو تلاحظوا ان انا قطعت بس اللي هي فيها قشر علشان ناخد اكتر طعم لليوسفي، كأننا بشرنا القشرة بتاعته. وهحطهم في الخلاط، هضربهم من غير ما احط اي سوائل او مية، وهسيبهم يتضربوا كده عشان اخد العصير بتاعهم. وبعد كده هصفيهم في الكوباية، وهقول لكم ليه انا هصفيهم. هنا انا صفيتهم ليه؟ بسبب ان التفل بتاعهم اللي انا طلعته ده بيتقل الكيكة وميخليهاش معانا هشة وما بترتفعش وبتبقى مكتومة. نجيب بقى الخلاط وننزل فيه 4 بيضات، وهنزل كوباية ونص سكر. هنا بقى هضربهم مع بعض لغاية ما السكر يختفي واللون يفتح، يبقى لون فاتح. هنا بقى هوقف الخلاط وابدأ اضيف معلقتين كبار خل، وهضيف معاهم كيس فانيليا بطعم البرتقال، دي هتدي لون حلو وريحة كمان. وهضيف للخليط كوباية زيت نباتي، كوباية 200 مللي، وهضربهم مع بعض. واخر حاجة هضيفها كوباية العصير اللي احنا عملناها من اليوسفي. ومعايا هنا كوبايتين ونص دقيق، هضيف عليهم كيس كيك شيف. انا هنزل بقى بالسوائل اللي احنا جهزناها مع التقليب، وهنزل اي حاجة في شفشق الخلاط بالسباتولا، وهقلبهم حلو عشان الدقيق كمان يختفي. هجيب من الجوانب. اهم حاجة نكون قلبنا خليط الكيك كويس ومفيش اي اثر للدقيق، ونكون مجهزين صينية مدهونة زيت او سمنة ومتبطنة دقيق، وننزل بالخليط. نكون مسخنين الفرن قبلها على 180، نحطها على الرف لمدة 40 دقيقة او 45، ونختبرها بالخلة عشان نتأكد ان هي مفيهاش اي عجين او لسه مستوتش. واحاول اقطع لكم حتة وهي سخنة كده. بصوا طراوتها وهشة وسفنجية تحفة. حاول اطلع لكم حتة بالسكينة. بصوا الطراوة بتاعتها والفراغات تحفة، هشة وجميلة. انا بالنسبة لي دي الكيكة بتاعتي المفضلة، تحفة وسفنجية وهشة. هقول لكم كمان طريقة حفظ للكيكة. انا بعد اللي اتبقى من صينية الكيكة بقطعه قطع او سلايز، وبجيب علبة محكمة ليها غطا بالمنظر ده عشان ما تنشفش، وبغطيها ووقت محتاج باخد منها. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. صحة وهنا على القلب.